خلصت بطولة افريقيا وخلص الكلام عنها وقعدنا اتكلمنا عن كل حاجة تخصها لحد امبارح. النهارده بقى بترجع دوري ابطال افريقيا. الاهلي هيلاعب يانج افريكانز التنزاني الساعة 6 هنا في مصر، وبكرة في نفس المجموعة الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري هيلعبوا في الجزائر. الاهلي ويانج افريكانز معاهم 4 نقط، الجيش والشبيب معاهم نقطة، لازم فرق منهم تكسب عشان تخش في الحسبة. لو تعادلوا هيعطلوا بعض، هيروحوا هما الاتنين يعني غالبا. الاهلي داخل بالقايمه كامله متكامله، حتى الدوليين كلهم رجعوا اصلا بيتمرنوا. الاهلي عمل 4 صفقات في يناير: احمد عيد من المصري باك رايت، يوسف بالعمري من الرجاء المغربي باك ليفت مغربي لعيب ممتاز، كان حتى موجود في قائمه المغرب في كاس افريقيا. الثالث مروان عثمان مهاجم سيراميكا، لعيب بروميسنج جدا، مهاجم كويس جدا، كان بيأدي اداء ممتاز في الدور الاول. وعمرو الجزار مدافع من البنك الاهلي. الاهلي مدخل صفقتين جداد النهارده في القائمه، مدخل احمد عيد ومروان عثمان. الكلام كله بقى على احمد عيد، ان هو الناس عماله تقول لك ده كمل السيمفونيه. موضوع ان هو كان في الفيديو بتاع امام عاشور اللي ظهر من كام سنه وهم في ناشئين الزمالك، وبعد ما كسبوا الاهلي في استاد التتش في الناشئين، وقعدوا يغنوا ويشتموا في الاهلي وحاجات زي كده، وخدوا عقوبه وقف 8 ماتشات، دي اقصى عقوبه في تاريخ الناشئين في مصر، وغرامه مش عارف كام على النادي وقصص كده. مع ان الناس قعدوا يقولوا لا ده المراقب المباراه ما كتبش في تقريره، ده فيديو بس، وكانت قصه كده. وبعديها بسنه الاهلي راح جاب امام عاشور، وكانت ضجه فظيعه. ازاي الاهلي يجيب اللعيب اللي شتم الاهلي وشتم رموزه وشتم صالح سليم الاب الروحي للاهلي والاهلاويه؟ وبعديها بسنتين ياسين مرعي جه كان معاه في الفيديو، والنهارده احمد عيد بيكمل الصف بقى وايه، وراح هو كمان الاهلي. انا شايف ان هو خلاص، انت خدت الطلعه الاولانيه بتاعت امام عاشور والاهلاويه تقبلوا الموضوع، فمش فارقه لو جبت مين تاني، خلاص عادي، ده مش هيحصل ضجه. وانا شايف ان محمود الخطيب من الاخر هو بيعمل كده. هو الاهلي اصلا مش في احتياج لاحمد عيد، لان الاهلي عنده محمد هاني باك. احمد عيد ده ما لعبش ولا دقيقه في افريقيا، في المنتخب ما لعبش ولا دقيقه غير ماتش انجولا اللي هو حسام حسن لعب فيه الناشئين كلهم، سوري الاحتياطي كلهم. الاهلي بيقول لك عنده محمد هاني، وعنده حتى احمد رمضان بيكهام، هو كان جايبه على اساس انه باك رايت احتياطي اصلا لهاني قبل كاس العالم للانديه، فمش في احتياج فظيع للمركز ده. ولكن المقصود من الموضوع ان الخطيب بقى يبقى قاصد ان هو يجيب هذه النوعيه من اللعيبه، عشان ما تقوليش ان هم شتموا صالح سليم، لان خلاص هو بينهي فكره ان صالح سليم ده رمز اصلا للاهلي. النهارده الاهلاوي ما حدش بيجيب سيره صالح سليم، ولا بيجيب ان هو الاب الروحي، ولا هو الخطيب بيصنع تاريخ جديد ان هو الاب الروحي وصانع الانجازات لهذا النادي، وبيمحي تاريخ صالح سليم. دي الحقيقه.